مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. استاذ سيف، انت عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. معانا كله تمام. معانا معانا نجم من عندكم، هو مؤمن زكريا. كيتا. ازيك يا مؤمن، عامل ايه؟ ازيك يا جبول، عامل ايه يا حبيبي؟ كله تمام. الف مبروك الماتش اللي فات. ربنا يبارك فيك يا حبيبي، عقبالك ان شاء الله ما اكون موجود الحمد معانا. لله كله تمام كده. ابو جبل، يعني شعورك ايه؟ يعني فوز كويس نادي الزمالك الماتش اللي فات، وبرضو يعني صراع كبير مع الكابتن عبد الواحد السيد. الزمالك مصمم ومتمسك ببطولة الموسم ده. احكي لي بقى نفسك في ايه؟ والله يمكن الحمد لله السنه دي يعني الامور في النادي كويسه وماشيه بشكل كويس مع الاضافات الجديده الموجوده، مع ان ده حاجه طبعا مش هتقلل من نادي الزمالك. نادي الزمالك طبعا اسم كبير، ويا رب نكون احنا الاضافات الجديده اللي داخلين على النادي وعلى اللعيبه الجديده وعلى اللعيبه الموجوده ان شاء الله، يعني نكون حافز كويس للنادي ونحاول نعمل حاجه، وهي بدايه كويسه طبعا الماتش اللي فات لينا، وربنا يسهل كده ان شاء الله في بدايه المشوار ده. عايزين نكمله للاخر كده باذن الله ونوصل لنهايه البطوله ان شاء الله، ورب تسهلها وناخدها باذن الله. ان شاء الله. يعني انت ومؤمن عندكم ظروف خاصه، انتوا الاثنين جايين من نادي امبي لنادي الزمالك. ايه الفرق؟ يعني نادي امبي ممكن تبقى تلعب مفيش لود عليك او مفيش حمل عليك ان انت تاخد بطوله. نادي الزمالك دايما لما بتضيع منك البطوله بيبقى هو ده الشيء الغريب. اكيد طبعا. لا والله يمكن انت طبعا انت مطالب في الاول وفي الاخر ببطوله وبتحاول تحققها سواء مع انبي او مع نادي الزمالك، بس طبعا انت لما بتحققها مع نادي الزمالك الامور بتختلف معاك، لان طبعا نادي الزمالك متعود على البطولات لانه اسم كبير ونادي بطولات. ويمكن الفتره اللي فاتت الناس كلها كانت بتتكلم ان النادي بقى له فتره كبيره ما بياخدش بطولات، يعني الحمد لله احنا اضافات جديده ونحاول طبعا ان احنا نزود من رصيد النادي ان شاء الله ونجدد في البطولات ان شاء الله، ويعني ونرجع عهد البطولات تاني من الاول وجديد ان شاء الله. يعني نحاول نبقى اضافه كويسه للنادي مش اكتر. المركز بتاعك بالذات يا كابتن محمد يعني مركز صعب شويه، والتنفس فيه بيحتاج صبر. يعني دايما يقولوا الجون علشان يطلع في نادي زي الاهلي او الزمالك يستحمل لحد ما يلعب، وبعد ما يلعب يعني يثبت نفسه، دايما بيبقى شيء صعب غير اي لعيب تاني. مظبوط كده ولا؟ اكيد طبعا. اكيد طبعا هو مركز حساس جدا، لانه واحد بس هو اللي بيلعب، ما بتلعبش في اي مكان. هو حارس مرمى جون. وطبعا لازم يكون حساس طبعا، لانك انت طبعا بتلعب في نادي كبير وداخل على يعني مستوى تاني خالص غير اللي انت كنت فيه. طبعا مع الكابتن عبد الواحد السيد ومع جنش طبعا ده يعني مستوى تاني ومستوى تدريبي تاني مع الكابتن ايمن طاهر. فطبعا دي حاجه كويسه وبحاول استفاد منها، ومهما كان يعني ومهما كانت البطوله ومهما كان اللي هو عدم اللعب دلوقتي، فالواحد بيصبر لحد ما تيجي فرصته. يعني الواحد مش مستعجل، ويعني الحمد لله احنا معانا الكابتن عبد الواحد بنحاول نستفاد منه ونتعلم منه في الملعب، ودايما الكابتن ايمن بيتكلم معانا في النقطه دي ان لازم نوصل له، لازم نتعلم منه عشان خاطر بكره وبعد. احنا لسه برضه صغيرين وبنحاول نتعلم على قد ما نقدر ان شاء الله باذن الله. كابتن محمد ابو جبل، بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. حارس مرمى نادي الزمالك ومن الحراس الحقيقه اللي